اطلعت على أحد البحوث العلمية المتعلقة بالإعجاز في القرآن لبروفيسور، نسيت اسمه حقيقة الآن، لكن بروفيسور مسلم تخصصه فيزياء الماء. يقول الدكتور إن الماء عادة إذا قرأت عليه كلاما طيبا، لو أحضرت ماء وقلت أنا أحبك، أنت جيد، أنت كذا، يقول إن جزيئات الماء الموجودة تتشكل تشكلا حسنا، وإذا قلت كلاما قبيحا تتشكل تشكلا سيئا. هذا الكلام مثبت علميا يعني. يقول وكان معه أيضا هو عرض في إحدى القنوات، وكان معه كمبيوتر يعني لابتوب محمول، فعرض بعض الشرائح لماء قيل فيه كلام طيب وماء قيل فيه كلام سيء، ثم قال كنت في مؤتمر لفيزياء الماء في كندا، ففي فترة الاستراحة قالوا إيش رأيكم كل واحد يقول كلام في الماء الذي بين يديه ونفحصه عبر المجهر وفي مكبر بروجيكتور يكبر. قال فكل واحد أخذ الماء وفتحه وبدأ يقول كلام ويكتب رقم الطاولة عليه يقول فلما رفعت الماء إلى فمي كدت أن أقول I like you أنت good، لكن ليش أتكلم، خلني أقرأ قرآن. قال فقرأت الفاتحة في الماء ثم وضعت رقم الطاولة، فلما وضعوا نقطة منه وفحصوها فإذا هي أجمل كل الصور الموجودة من الموجودين. يقول فتعجبوا، قالوا هذا تبع من؟ رقم الطاولة. قلت والله هذه تبعي. قالوا الماء هذا أحضرته معك أم هو موجود أصلا؟ قلت لا والله هذا موجود أصلا، هذا الماء الذي عندكم. قالوا ماذا قلت؟ قلت قرأت فيه قرآن. قالوا غير معقول، هذه التشكيلة أول مرة في حياتنا نراها، هذا غير معقول، خذ هذا ماء جديد أقرأ فيه من جديد. قال فأعطوني كأسا جديدا، فقلت ما دام المسألة تحدي سأذهب وأتوضأ هذا وأنا ما توضيت. فذهب الأخ وتوضأ. يقول وجئت وأخذت الماء وقرأت فيه سورة ياسين كاملة. قال ثم أعطيتهم إياه. قال فدهشوا جميعا من العظمة الموجودة بهذه الصورة.